اسمع بقى، اللي هتحضره دلوقتي قصة حقيقية بس مطبوخة بكوميديا سخنة. لو حصلت لك قبل كده، صلي على الحبيب محمد واعمل لايك واشتراك واكتب في الكومنت: اللهم ارزقنا زلبية من غير فضايح. ولو ما حصلتش، استنى، هتحصل. النهاردة كنت نازل أجيب حاجة حلوة من عند عم رمضان الزلابيجي. الراجل ده بيعمل الزلابية اللي بتطير بيك في السما. اشتريت طبق كبير وأنا مبسوط. وأنا راجع قابلت هالة، جارتي اللي معجب بيها من أيام ما كنت بلبس بنطلون مقطع من الركبة. قالت لي: ياه، ده أنت جايب زلابية؟ قولت لها: تعالي ناكل سوا على حسابي. دخلنا القهوة اللي في أول الشارع وقعدنا ناكل ونضحك. وأنا باكل، واحدة زلابية طارت من الشوكة ووقعت في جيب البنطلون. فضلت أدور عليها قدامها وأنا بقول: ثانية واحدة، ضاعت الزلابية. هي قالت لي: أنت دايما كده، تايه في الزلابية والحياة. أو مت. وأنا ببص لتحت، لقيت بقعة شرابات على البنطلون، مكان مش لطيف خالص. رجعت البيت، ماما شافتني وقالت لي: أنت كنت بتاكل ولا بتغسل هدوم؟ الخلاصة: الزلابية ممكن تكون نعمة، بس في لحظة تتحول لنقمة. وسؤال النهاردة: لو الزلابية وقعت منك على هدومك قدام اللي بتحبها، هتكمل أكل ولا هتجري على البيت وتستخبى؟ اكتب في الكومنت وابقى قابلني.